تنافس على لقب البطولة الوطنية، لما تكون عندك أطماع للتتويج بلقب البطولة الوطنية، النقاط كلها مهمة جدا داخل الملعب وخارج الملعب. اليوم لما تواجه واحد من أفضل النوادي الوطنية هذه السنة حسنية أكادير، قلت أنه ما كانش موفق تماما في الكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، كان قاسي جدا الحكم البلاد، ارتكب أخطاء كارثية، رفض هدف وارتكب أخطاء تحكيمية كانت مؤثرة على نتيجة المباراة. من غير ذلك كنا نشوف الحسنية يستحق مكانته بين الأربعة الأقوياء في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. حدث ما حدث أصبح جزءا من الماضي. الحسنية اليوم المساند من طرف الآلاف من عشاقه يرغب في تقديم مباراة كبيرة أمام الوداد، الطموح وأطماعه ورغباته أيضا التنافس على المراكز الأولى في البطولة الوطنية، على المراكز المؤهلة للمشاركة القارية السنة المقبلة. الوداد من أجل لقب البطولة، الحسنية من أجل تجاوز عثرة لم تكن متوقعة أمام الزمالك المصري. سنتابع وليد المبدع للطرف الأيسر، زهير مترجم زهير، كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان بالإمكان أن يتمرد زهير على ناديه السابق ويمرر كرة هدف، لكن ما كانوش موفقين تماما في الكرة الماضية. لا محمد نجام ولا وليد الكرتي في المتابعة في القائم الثاني. أبرز فرصة تضيع مع انطلاق هذه المباراة للوداد. عمل كل الأعمال والإشادة كل الإشادة لوليد الكرتي الذي يقدم الشيء ممكن نصنفه في خانة الإبداع، ممكن نصنفه في خانة الكلاسيكيات الجميلة لكرة القدم الوطنية. السعيدي للطرف الأيمن، زهير مترجي في منطقة الجزاء، زهير المبدع، زهير مشى زهير، كان بالإمكان يا سادة أنه يكون أفضل مما تابعنا ومما كان في الكرة الماضية. مجهود يقدر ويحترم عليه كثيرا زهير الذي تلاعب بدفاع حسنية أكادير ومرر كرة هدف، مرر كرة هدف هنا الإعادة. كان ذكي زهير، كان ممتاز زهير مع ياسين رامي، مرر كرة لكن أمين تغازوي يضيع هدف آخر للوداد مع انطلاقة هذه المباراة. تغزوي الذي ينال فرصته اليوم. أكادير الانطلاقه للحسنيه، صيام لعب كرة الفحلي، فحلي سددها في يد الحارس احمد رضا التكناوتي. كانت عنده خيارات افضل في الكره الماضيه، كانت عنده امكانيه للمراوغه، لكن مشات كره من محمد ونجام في منطقه الجزاء بالراس بعيده عن مرمى الحارس عبد الرحمن الحواصي. تطور رهيب للنوادي الأوروبية والنوادي العالمية من حيث المردود البدني والمخزون البدني. في منطقة الجزاء وليد كارتي، وليد أمين تغازوي ممتازة جدا، والباراد كان رائع، الباراد كان رائع للحارس عبد الرحمن الحواصي. مشات كرة ودادية أمين تغازوي، أمين يقول له الحكم واصل اللعب لا وجود للخطأ يا أخي. في الكرة الماضية تتحول كرة في تماس، أبرز فرصة في الجولة الأولى، وعالي المقام الحارس المميز عبد الرحمن الحواصي صد كرة، كانت كرة صعيبة شوية على فريق الوداد الرياضي. وليد الكرتي، كرة من أمين تغازوي. خلينا المباريات أخرى ماشي المباريات الأخيرة، مباريات الحسم في البطولة. هذه كرة للحسنية، يا سلام، سلم هدف ولا في الأحلام للحسنية. تامر صيام يوني صيام، تامر صيام يوني صيام عن التهديف ويسجل هدف أقل ما يقال عنه أنه رائع. من أول لمسة في أول فرصة الحسنية يبلغ المرمى ويسجل هدف رائع جدا. تامر صيام، تامر يا سادة، تامر يا سادة يتمرد على كل الوقائع ويسعد الآلاف من مناصري الحسنية ومن عشاقها بهدف جميل وجميل جدا لمتعة العين. سنراه للمرة الثانية وللمرة الثالثة في انتظار الرابع. الحسنية يسجل هدف جميل وجميل جدا في هذه المباراة. الوداد الذي يبحث عن هدف التعادل في الجولة الثانية، بابا توندي، وصعود تمثيلية مهمة من لاعبي الوداد في منطقة الجزاء بحثا عن استثمار هذه الكرة. تدخل عبد الرحمن الحواصي الذي يتدخل ويبعد الخطورة، تتحول الكرة هجمة مضادة سريعة للحسنية. مشت عنده عبد اللطيف في منطقة الجزاء، تدخل ياسين رامي لإبعاد الخطورة. كانت كرة صعبة جدا على دفاع الحسنية. الوداد يضغط بشكل رهيب مع انطلاق الجولة الثانية بحثا عن هدف التعادل، ونجم في تنفيذ ضربة تساوي للوداد. صعود من جديد لرفاقه في منطقة الجزاء،
بالراس بعيدة من صلاح الدين السعيدي، ضربة زاوية أخرى ودادية. الوداد يضاعف ضغطه في الجولة الثانية من هذه المباراة. مناف نبي يلعب، تتحول من جديد للحسنية. الحسنية الذي يجتهد ويبحث عن فرصة هدف. ما كاينش تسلل تماما، ما كاينش تسلل تماما. قاسية كرة القدم ومبدع كريم البركاوي الذي يسجل هدف من ثاني فرصة للحسنية. ثاني فرصة للحسنية في هذه المباراة، يتمكن من خلالها من تسجيل هدف جميل من قدم كريم البركاوي. كوتشينج وكوتشينج للأرجنتيني ميغيل أنخيل جابوندي الذي يدفع بكريم في الوقت والزمان المناسبين، وهو كريم لم يخيب ظن الآلاف من عشاق الحسنية. كم شاف التشاور مع الحكم المساعد على أنه الهدف سليم، قرار الحكم حسم الامور. يبعد الكره، تتحول لبديع، بديع في منطقه الجزاء. مزدادو هدف الكامباك، هدف الكامباك، هدف العوده في المباراه من جديد. الوداد يتمكن من تسجيل هدف حدود دقيقه 69. انتظروا مباراه رهيبه في دقائق الاخيره، مباراة مجنونة في دقائق الأخيرة. قلت لكم أن سيناريوهات كثيرة سنتابعها عن كتف في هذه المباراة. إذا الإعادة للهدف بديعة بالراس في المرة الأولى، وزوير مترجي لبابا توندي الذي يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. تصبح النتيجة 2-1 2-1، وما زال في جعبة وفي جعبة من يحكي هذه المباراة كثير ما يحكيه اليوم.